سلام اخواتي الفاضلات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم حتى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال. غنشارك معكم مسمن ديال الشكلاط والزبيب شبه بشنيك، مسمن اللي كيجي غزال الا في المذاق ولا في الشكل وكيف ما كيبان لكم في الصوره. بسم الله على بركه الله. غادي ندير الماء نص كاس، وغادي ندير نص كاس تاع الحليب، غندير معلقه ديال الخميره، هذيك المعلقه ديال السنيده، غندير الخميره ديال الحلوه، كنخلطو مزيان. كنزيد واحد الرشه ديال الملحه، وغنزيد معلقه ديال الخل صغيره، البيض ديال البيض، كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى كيتجمع لي هذا الخليط، وكتحصلوا على عجينه اللي ما كتكونش مرخوفه وما كتكونش قاصحه بحال العجينه ديال المسمن. ومن بعد ما جمعت لي هاد العجينه اولا هاد الخليط كنتحصلوا على هاد القوام هذا كيف ما كيبان لكم في الصوره. غنغطيها وغنخليها باش ترتاح. من بعد ما تسنيت عليها حتى ارتاحت قطعتها على كويرات صغار على هاد القياس هذا، القياس ديال المسمنات صغار كيف ما كيبان لكم. الحجم ديال هاد المسمن كتحكموا في القياس اللي بغيتو المسمنات يجيوكم كبار كديروا الكويرات كبار، وبغيتو المسمن يجيكم صغير راه كديروا الكويرات صغار. من بعد ما ساليت غنغطيه ببلاستيك غذائي اولا بسلوفان كيف ما كتشوفوا. غنتسناه حتى يرتاحوا واحد ربع ساعه. هنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه اولا هاد الكويرات خديت الزيت العاديه وغادا باش غنطلق هاد الكويرات. كتشوفوا قد ما خليتو هاد العجينه ترتاح قد ما كتساعدكم في الطليق، ما كتقطعش معكم هاد العجينه. كيف ما كتشوفوا خليوها ترتاح، غطيوها ببلاستيك غذائي وخليوها ترتاح كيف ما كتشوفوا. هنايا من بعد ما طلقتها بالزيت غادا ناخذ الزبده على هاد الشكل هذا، وغندهن الوجه ديال المسمنه، وغادا نطوي الطويه ديال المسمن العاديه اللي كنا كنعرفوها كيف ما كتشوفوا. وهنايا غادي نبسطها شويه اولا غنطلقها شويه على هاد الشكل هذا عاد باش غادا نصايب ليها الحشوه اللي هي بسيطه واقتصاديه اللي هي الزبيب والشكلاط. تقدروا ديروا اي حشوه كتعجبكم اولا اي مكسرات كتعجبكم اولا داكشي اللي متوفر عندكم. غندير شويه ديال الزبيب وشويه ديال الشكلاط مقطع طريفات صغار. تقدروا ديروا اللوز اولا الكركاع اولا التمر، وكنجمع على هذا الشكل هذا. كنحاول نقاد ليها الشكل ديالها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي كنقلبها على هذا الشكل، كنحاول نقاد ليها الشكل ديالها. من بعد ما ساليت هاد الكويرات اللي عندي درتهم في الطاوه ديال الفران، ومن بعد غنغطي على هاد المسمن. غطيته بالبلاستيك الغذائي، والفوق درت واحد المنديل. كنديروا واحد المنديل اللي كيكون سخون وكنتسناو عليهم حتى كيخمروا على الاقل واحد 30 دقيقه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. من بعد ما خمروا خديت البيض على هذا الشكل هذا، وغادي ندهن الوجه ديال المسمن على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنسخنوا الفران مزيان حتى كيسخن، وكنقصوا درجه الحراره، كنشعلوا عليهم من التحت حتى كيبانوا لنا راهم بداو كيتحمروا. صافي وكنشعلوا عليهم من الفوق
العافيه اللي كتكون مهيله باش ما كيتخطفوش لينا هاد المسمنات وكيجيو طايبين على برا وعلى الداخل. كتجي فيهم ديك التقرميشه ديال الشنيك. من بعد ما دهنت بالبيض خديت المقص. تقدروا تاخذوا سكين اولا المقص اولا داكشي اللي متوفر عندكم، وكنديروا علامات زائد على هذا الشكل هذا. ما كنقطعوش حتى الحاشيه ديال المسمن، كنحاولوا نقطعوا غير الوسط ديال المسمن. الا قطعنا الحاشيه فاش كندخلوا هذا المسمن الفران، مع السخونيه ديال الفران راه كيسيح لينا ديك الحشوه وما كيجيش الشكل ديال هذا المسمن اللي هو مزيان. كيف ما كتشوفوا كنحاول نقطع غير الوسط. ومن بعد ما طاب هذا المسمن، هذا هو الشكل ديال المسمن كيف ما كتشوفوا كيجي مقرمش. خديت العسل وغندهن الوجه ديال هذا المسمن بالعسل. تقدروا تستعملوا الناباج اولا الكوفيتير، تقدروا تستعملوا اي حاجه عندكم سواء كوفيتير اولا ناباج اولا العسل، غير باش نثبت هذاك الكاوكاو اللي غادي نزين به كاخر مرحله لهذا المسمن. انا استعملت الكاوكاو مهرمش، نتوما تقدروا تستعملوا اي مكسرات عندكم، جنجلان اولا اللوز اولا الكركاع، داكشي اللي متوفر عندكم. انا استعملت الكاوكاو مهرمش على هذا الشكل. هذا الزين اللي هو بسيط، وهذا هو الشكل الاخير ديال هاد المسمنات كيف ما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك واشتراك في القناه. خليوا لي الراي ديالكم كيفاش جاكم هذا المسمن. والان ما بقى لي الا نقول لكم تبقاو على خير. خليت لكم الراحه، في امان الله.